مشاهدي قناة المغاربية الأفاضل أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم الأسبوع. شهر ونيف منذ قررت 3 دول خليجية، وهي كل من العربية السعودية والبحرين وقطر، متبوعة ببعض الدول الأخرى، قررت بشكل مفاجئ تطبيق حظر جوي وبري وبحري على دولة قطر تحت أسباب متعددة وذرائع مختلفة يتلخص أهمها في تهمتي تمويل الإرهاب والتشجيع عليه. أزمة عادت خلط الأوراق الإقليمية من جديد، محدثة أحلافا واصطفافات مختلفة شملت تداعياتها أغلب العرب والمسلمين. اليوم سنحاول التعرف على أهم العوامل والأسباب التي ساهمت في دفع أفراد الجالية هنا في فرنسا للقيام بوقفات متعددة تتمحور في مجملها في المطالبة برفع الحصار والضغط لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة الخليجية المتفاقمة. ولمناقشة هذه المواضيع يسعدنا بالحضور معنا هنا مشاهدينا الأفاضل السيد أحمد البرقاوي، مدير مركز الدراسات الجيوستراتيجية للعالم العربي. أستاذ أحمد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والسيدة ماجدة محفوظ، عضو ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان. أستاذة ماجدة أهلا بك. أهلا وسهلا. والسيد حسين جيدل، باحث في الأنثروبولوجيا ومحلل سياسي. أستاذ حسين أهلا بك. إذا نرحب بضيوفنا الأفاضل هنا معنا في الاستوديو، ونبدأ من البداية. يعني أستاذ أحمد، حتى نضع الأمور في نصابها وفي إطارها، أنت مقيم هنا في فرنسا، كيف تابعت وتتابع الأزمة الخليجية من بدايتها إلى اليوم؟ طبعا الأزمة الخليجية أحببنا أم كرهنا هي تعتبر عامل اضطراب إذا صح القول لدى الجالية العربية المسلمة في فرنسا على وجه الخصوص. وطبعا كما أشرت أن هذه الأزمة فاجأت شريحة كبيرة من الجالية المسلمة والعربية بأوروبا، ويعتبر هذا الحدث يعني يعتبر هاما جدا، له مخاطره سواء كان على المنطقة العربية أو حتى على الوجود إذا صح القول الجالية العربية المسلمة في فرنسا. يعني حتى قبل أن ندخل هنا في الجالية وفي أوروبا تحديدا، يعني حتى على المستوى الإقليمي والخليجي والعربي عموما، يعني هل كنت تتوقع حدوث هذه الأزمة؟ ما هي أسبابها حسب رأيك؟ لماذا جاءت بهذه الفجائية؟ أنا لم تفاجئني طبعا هذه الأزمة. المتابعة لتطورات وحيثيات العمل في الدول الخليج على وجه الخصوص منطقة الشرق الأوسط كان ينتظر ربما بعض المراقبين كانوا ينتظرون هذه المحطة بالذات. ودعني بعد حين سأشرح ما هي الدوافع التي تركت الثلاثي أو الرباعي لحصار قطر، ما هي العوامل الحقيقية من وراء هذه. سنتحدث فيما بعد عن هذه العوامل. نفس السؤال تقريبا أستاذة ماجدة، يعني هل توقعت حظرا بهذه الشدة وبهذه السرعة؟ لا طبعا، هو في الواقع الحصار أو القرار جاء مفاجئا، لكن زي ما ذكر الدكتور أحمد هو في سياق الأحداث وفي سياق ترتيب المنطقة الخليجية في الإقليم الخليجي والمنطقة الشرق الأوسط كان متوقع، ولكن هي فعلا جاءت مفاجأة في السياق الزمني لها. كما تابعنا كلنا طبعا عرفنا أن حملة الحصار بدأت بعبارة عن اختراق للوكالة القطرية، ثم تسريب بعض الأخبار المغلوطة على لسان الأمير تميم. خرجت الخارجية القطرية كذبت هذه الأخبار وقالت أن أنا عندي اختراق للوكالة. يعني المتابع للأمر سيظن يعني أن اختراق الوكالة هو عمل مستهدف، عمل مقصود، وليس عمل من محض الصدفة أو عمل غير متوقع. بعدها بحوالي يومين 2 فقط خرجت تسريبات أخرى على لسان السفير الإماراتي في واشنطن. طبعا هذه التسريبات كانت موثقة بالفيديو، إن الإمارات ستستهدف قطر، وإن الاستهداف سيكون على المستوى السياسي ومستوى الحصار. الملاحظ لهذا الأمر والمتابع يجد أنه هذا الحصار كان معد له، وكانت الانطلاقة من تسريب أخبار مغلوطة عن قطر. ففي الحالة دي انطلق أستاذ حسين، يعني هل تذهب في هذا المذهب وأن الأمر معد له مسبقا؟ بكل تأكيد. منذ فشل الانقلاب في تركيا كنت أنتظر انقلابا آخر بطريقة ما في تركيا،
أو محاولة إلى حد ما. فكنت أنتظر هذا العمل أن يحدث لقطر. لماذا؟ لأن قطر هي نقطة ارتكاز لتركيا، وهي امتداد إيديولوجي إلى حد ما، نفس السياسة التركية القطرية، الانفتاح على الثورات العربية، دعم الحريات إلى غير ذلك. هذا ليس تمجيدا لتركيا ولا قطر، ولكن أيضا من معرفتنا التاريخية بالسعودية التي حاولت في 2014 في 95 عدة مرات، هذه المحاولات حاولت حتى من قبل في العشرينات. هذا الحصار ليس الأول. السعودية ضربت حصار مدة 20 سنة على الكويت في سنة 1918 سنة 1920 دام 20 سنة. السعودية ضربت أيضا على الإمارات أيضا في وقت الملك فهد. فكان منتظر، وبعد فشل الانقلاب في تركيا كنت أنتظر ضربة ما بين تركيا وأنتظر، ولا زلت أتوقع أن أردوغان يعدون له العدة، وهذا بكل تأكيد لن يفاجئني. لماذا؟ لأن هاتين الدولتين هما الدولتان الوحيدتان، ليس من باب الإطراء. أنا هاجمت قطر عدة مرات وهاجمت تركيا عدة مرات عندما كانت هناك أخطاء، لكن هاتان الدولتان هما الدولتان الوحيدتان اللتان نجحتا اقتصاديا وسياسيا وتعليميا غير ذلك. وهذا النموذج حتى وإن كان ليس نموذجا مكتملا، إلا أنه نموذج يقلق كل الأنظمة الاستبدادية، وهي معظم الأنظمة العربية والإسلامية. ولكن يعني هناك آراء مختلفة ترى بأن دولة قطر رغم أنها مستهدفة من الدول الخليجية ولكنها ليست دولة ديمقراطية بالحد الذي ربما هي لهم سياقهم التاريخي ولهم عاداتهم وتقاليدهم، فهي طبعا في نفس السياق الخليجي. نحن لا نتكلم عن ديمقراطية نتكلم عن نظام حوكمة، نظام نجح اقتصاديا. أعطيني دولة أخرى باستثناء قطر وباستثناء تركيا نجحت اقتصاديا. عندنا الجزائر أكبر فشل ذريع رغم الإمكانيات المادية. أعطيني تونس دولة فتية، أعطيني أي دولة أخرى نجحت. لم تنجح أي دولة، بما فيها السعودية وبما فيها الإمارات هي إذا تذكر جيدا الإمارات هي عبارة يعني عن أنت تعطي ربما البعد الاقتصادي الأولوية لأنها نجحت اقتصاديا، فلذلك ربما دعنا نقول بين الظفرين، يعني هناك نوع من الحسد لهذا النجاح الاقتصادي من بقية الدول، وخاصة عندما دولة صغيرة مثل قطر تنجح في اقتلاع إجراء كأس العالم. هذا لم تجرؤ أي دولة عربية وإسلامية تجرؤ فقط على أن تجرب وتطلب وتحاول، فما بالك بدولة صغيرة. هذا ليس إطراء لقطر، ولكن نقول هناك ناس لهم وضوح في الرؤية، هناك براغماتية. لم نقل إن قطر دولة ديمقراطية ولكنها من الجانب الاقتصادي وجانب الحريات الإعلامية. اعطيني قناة أخرى عربية موجودة في دولة عربية لها من الحرية ومن الأفكار المتناقضة ومن الانفتاح على جميع الأفكار مثل الجزيرة، وهذا ليس إطراء الجزيرة. نعم، سنعود ربما إلى موضوع الجزيرة. دكتور أحمد، يعني هل ترى أن ربما العامل الاقتصادي كان العامل الأول في فرض هذا الحصار الذي جاء هكذا بين عشية وضحاها في ليلة تم الاتفاق على كل شيء تقريبا، حظر جوي وبري وبحري؟ أعتقد أنه ليست القضية أيضا يعني بالذات هذا العامل الاقتصادي الذي طور هذا الحدث ليصل إلى أزمة خطيرة. أعتقد أن هناك أسباب بدأت منذ أظن سنتين، منذ مجيء الملك سلمان. دعني أريد أن أشاطر الصديق حسين على بعد التحليل في جانب من تحليل. نعم، أنا أشارك هذا، لكن أنا أريد أن أضع النقاط. لما جاء الملك سلمان كانت المملكة في محور مصر الإمارات مع الملك عبد الله، وهذا المحور كان متصدي إلى التطورات على الساحة العربية، منها ثورات الربيع العربي. وهذا المحور أيضا لم يطمئن إلى ما يجري من أحداث وتطورات نحو كما سميتها الانفتاح الديمقراطي والحريات، وهذه الفضاءات التي كانت يطلبها المواطن العربي. جاء الملك سلمان وغير استراتيجية المحور، فأصبح قريب من تركيا وقطر. وهذا المحور في فترة وجيزة سجل بعض التطورات
الإيجابية أقول: أولا، كان الملك سلمان في حاجة إلى أن يحمي حدود المملكة العربية السعودية التي كانت مهددة بما يسمى الهلال الشيعي، الحوثيين في اليمن، الشيعة أيام رئيس الحكومة العراقي المالكي، وشيعة المملكة العربية السعودية. فبالتالي كان هناك تحدي فعلا يعتبر بعض الساسة خطير جدا لتقسيم المملكة العربية السعودية واختراق طبعا السياسة السعودية. فالملك سلمان اقترب من تركيا، وهي تعتبر القوة الصاعدة في المنطقة، واقترب أيضا من قطر. استعاد موقع قطر في المجلس التعاون الخليجي، التي لا ننسى أن أيام الملك عبد الله كانت قطر أيضا لها أزمات مع المجلس التعاون الخليجي، لأنها تساند ثورات الربيع العربي. فبالتالي الملك سلمان كان له خيار، أعتقد أنه كان إيجابي جدا. ثم بدأت الحرب في اليمن، وهو في حاجة إلى مساندة ومساعدة من كل الأطراف، واستطاع أن يكسب ثقة المجتمع الدولي في تلك الفترة. لكن المفاجأة، لماذا هذا التحول والرجوع إلى المربع الأول وهو المحور المصري الإماراتي؟ طيب لماذا؟ ما هي العوامل التي دفعت الملك سلمان في حاضنة هذا المحور؟ أظن الدكتور يعطي للملك سلمان يعني بأنه كان صادقا فيما فعل. أنا أظن تمويه فقط. انفتاح سلمان عندما جاء كانت السعودية يعني في وضع سيء جدا، لذا أرسل رسائل خاطئة، منها التقرب من تركيا، ومنها محاولة الإصلاح إلى حد ما بين إيجاد حل بين النظام المصري وجماعة الإخوان غيرها. لكن الملك سلمان لماذا يشارك في انقلاب 2015 تركيا؟ السعودية شاركت في الانقلاب وأيدت الانقلاب، بدليل أن كل الدول التي أيدت الانقلاب عندما وقع الانقلاب في تركيا تأخرت في التنديد به، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. أنا أظن أن السعودية منذ أن خلقت، منذ كان موجود الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية، كائن دائما لها نظرة الهيمنة، حاولت الهيمنة على الكويت، الهيمنة على قطر، حتى الإمارات أخذت جزء من الكويت من قطر وأعطته الإمارات، ثم انتزعته من الإمارات، وهكذا دوليك. ولكن هناك الأخطر في هذا يا دكتور إذا سمحت، أنا أطرح سؤال. معاداة الأنظمة، معاداة الربيع العربي ربما يفهم لماذا، لأن الأنظمة هذه أنظمة استبدادية مبنية على أشياء غير صحيحة، فيمكن أن يحدث خلل أو اهتزاز في هذه الأنظمة. لكن من المستفيد؟ كيف يمكن لدولة تعرف أن خطر وجودها هو إيران، وتعقد حلف مع الإمارات التي هي أقرب دولة خليجية متعاونة مع الإمارات مع إيران. تقوم السعودية مع جنرال السيسي بعملية بيع صنافير طيران التي تبين فيما بعد أنها السعودية ومصر كلاهما تتقربان للمستفيد من هذا. من المستفيد؟ المستفيد هو إسرائيل. لا يستفيد من هذا من إسرائيل. لماذا؟ لأن أمريكا قررت منذ مدة بأن منطقة الشرق الأوسط لن تقوم أمريكا نفسها بحماية هذه الدول، وإنما إسرائيل هي التي ستحل محل أمريكا في حماية هذه الدول. ولذا عملت أمريكا كل ما في وسعها على تغويل إيران. أمريكا حاولت مع أوباما، سرعت من عودة إيران إلى الواجهة الدولية. أمريكا لم تحرك ساكنا حين استولت إيران على العراق وعلى سوريا تقريبا وعلى اليمن. إلى اليوم لم يحل المشكل. فإذا السعودية الآن وما تقوم به السعودية والإمارات ودولة البحرين هو داخل في إطار صفقة. إذا أردتم أن نحميكم فعليكم، إسرائيل هي التي ستقوم بذلك، وعليكم أن تقوموا بالتطبيع، والتطبيع يتم بمثل هذه العمليات. الدولة التي يمكن أن تعرقل عملية التطبيع في المنطقة هي قطر
وتركيا. فلذا لابد أن تسقط هاتين الدولتان. هل تؤيدين هذا الكلام ماجدة؟ ثم هناك معطى ربما لم يتطرق إليه الضيوف الكرام، وهو عامل الربيع العربي، وعامل يعني تطور الربيع ثم ربما المد والجزر. ففي حالة المد يعني كل الدول ربما عبرت عن استعدادها للتعامل وشكرت الشعوب العربية وأنها يعني صفحة جديدة تفتح وإلى آخره. لما يعني الآن نحن في مرحلة جزر، فعادت هذه الدول إلى ربما طبيعتها الأصلية، وهناك يعني ربما نحلل بثورة وثورة المضادة، فالثورة المضادة الآن في أوجها وانقلبت على ثورة، وأصبحوا ربما يعني هناك حسابات دولية وإقليمية أخرى تجلت ظاهرة في الدول التي ساعدت الربيع العربي، ومنها خاصة تركيا وقطر. هو في جانب من الافاضل، الدكاتره الافاضل والاساتذه الكبار ذكروه اتفق معاه. هو الجانب على سبيل المثال هو الجانب اللي ذكره الدكتور حسين، ان هو النظام التركي والنظام القطري استطاع ان هو ينشئ ويحدث نهضة اقتصادية كبيرة جدا منذ يعني قدومهم إلى الحكم. خلينا أقول بكلمة محددة أن هذين النظامين يعملان لصالح شعوبهم على الجانب السياسي، على الجانب الاقتصادي، وعلى جانب إحداث نوع من الكرامة لدى المواطن. يعني المواطن القطري الآن هو أعلى نسبة معدل، يعني أعلى نمو في العالم، هو أعلى دخل فردي في العالم، أعلى دخل فرد في العالم هو المواطن القطري، 130,000 دولار في السنة. تركيا نفس الحكاية، على مستوى استطاع نظام أردوغان أو الحكومة اللي جاء بها نظام العدالة والتنمية استطاعت أنها تنشئ نهضة اقتصادية، كمان استطاعت أنها تنشئ نهضة سياسية بخلال اتباع سياسة ناعمة. قطر نفسها اتبعتها في خلال يعني أخذها لكأس العالم 2022، كانت سياستها الناعمة هي العامل الرابح لها. قطر وتركيا زي ما حضراتكم ذكرتم سندت الربيع العربي. لماذا سندت الربيع العربي؟ لأن كما ذكرت أن هذين النظامين يعملان لصالح الشعوب، هذين النظامين يعرفان أن اللاعب الفائز في الملعب، وأن انطلت المباراة وان طلع عهد الانقلاب وان طلع عهد تراجع الثورات وعهد يعني انتصار الثورة المضادة إلى حد ما وانكسار الثورات، فهناك عنده نقطة معينة سيعود المنحنى مرة أخرى لصالح الثورات العربية، لأن الشعوب لا تهزم. وهذه يعني قطر وتركيا نظامين يعلمان أن الشعوب لا تهزم، وأراد بذلك أن هم يعني يؤيدوا الشعوب زي ما أن هم أيدوا حرية الشعوب. قناة الجزيرة كانت عامل مؤثر أيضا، لأنها زي ما ذكر الدكتور حسين يعني كانت تنقل الأحداث بنزاهة وشفافية من جميع دول الربيع العربي، بل من جميع الدول. نذكر كمان على سبيل المثال أن قناة الجزيرة عندما يعني أذاعت بعض البرامج عن السعودية العربية كانت هناك أزمة كبيرة في عهد الملك عبد الله. قطر تراجعت خطوة للخلف لأنها أرادت أنها تحل الأزمة، أرادت للبيت الخليجي أن يستمر في قوة، أرادت أن تحدث اتزان مع الجانب الصهيوني، يكون هناك قوة خليجية في انحصار طبعا دور المصري. هذا ماجد ربما يحيلنا إلى نوعية ربما الشروط التي فرضتها هذه الدول على قطر، ومن بين هذه الشروط طبعا قطع العلاقة مع حماس ومع إيران، وخاصة غلق قناة الجزيرة يعني. نعم، وطرد المعارضين المصريين من على الأراضي. كيف ترى يعني هذه الشروط باختصار حتى ندخل؟ طبعا يعني باختصار الشروط كلها عبر عنها يعني العرب وغير العرب، وخاصة غير العرب، يعني عبروا عنها أنها شروط غير معقولة. حتى الصياغة صياغات ركيكة، يعني حتى الصياغة العربية يعني صيغت بلغة ركيكة وصيغة بعيدا عن العقلانية، بعيدا عن العقل، فكأن الذي صاغها لا زال في وقت دحس والغبرة، أو في زمان وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. هذا يعني أظنه كذلك. ولكن رأينا أيضا لمسات النظام المصري كانت موجودة. المطالب المصرية كانت حاضرة في حوالي 8 مطالب أساسية كانت مصرية. فهذه المطالب التي تتعدى العقل والتي لا يقبلها أي إنسان، أن يتنازل عن سيادته، أن يكون عبدا لهذه الدول. ذهبوا إلى أن المراقبة ستكون شهرية لمدة 10 سنوات، وغير أمور لا يقبلها العقل. إذن هذه العملية، يعني هذا فقط يعني تعقيبا على كلامك يا أستاذ حسين، هو وزير الخارجية القطري صرح قال هذه الشروط وضعت لترفض. نعم رفضت، وضعت لترفض. القضية لم يكونوا يتصورون أن قطر سيمكنها أن تكون مستعدة لهذا الحصار. ولكن قبل هذا
هذه المطالب غير المعقولة صيغت لأن كانت هناك خطة وفشلت هذه الخطة. كانت هناك محاولة انقلاب عسكري في قطر، كانت السعودية والإمارات تعدان لانقلاب عسكري في قطر، والذي أفشل هذا الانقلاب العسكري هي تركيا. نعم. التدخل التركي السريع هو الذي أفشل هذا، وكان كان الذي يشارك في هذه عملية الانقلاب كما حدث منذ عدة أيام خرج الخبر والآن تأكد البارحة، مشاركة القوات السودانية المرابطة في عاصفة ما يسمينا عاصفة الصحراء، تشارك مع قوات إماراتية وسعودية في الدخول إلى قطر. وتفطن وزير من وزراء السودان، أظن محمد عثمان طه على ما يبدو، أحد الوزراء، كان متواطئا وتمت إقالته وأفشل. إذن المخطط كان ماذا؟ انقلاب عسكري، وكأنه حدث من داخل قطر، ولكن تدخل قوات غير قطرية، إماراتية سودانية سعودية غيرها بريا، يتم قلب الحكم، وبعد ذلك فهذه الشروط سيأتي النظام الجديد وسيقبل بكثير. تبقى هذه طبعا تسريبات لا نملك عليها أدلة قطعية، ولكن دعنا نتحدث فقط. يعني تفضل أستاذ، سأمرر لك كلمة. في قطر يعني نعم، هي القاعدة التركية يقال أنها يعني وضعت مباشرة حتى أنها تساعد في أمر نعم، يقال أن القاعدة التركية وضعت خصيصا لمنع أي انقلاب داخلي، ولكنها غير قادرة على حماية الدولة من أي هجوم خارجي. أستاذ أحمد، يعني هل توافق هذه الآراء؟ ثم خاصة يعني دعنا في نقطتين أو ثلاث، يعني مثلا غلق قناة الجزيرة، هل يمكن أن تتصور أن يعني قرابة 140 مليون شخص في دول مختلفة ودول قوية يحاصرون دولة صغيرة من أجل غلق قناة الفزية؟ دعني أرد على الأستاذ يعني حسين، لأنه هام جدا أن نتفاعل، وقد أثار بعض النقاط، وهو أعتقد في تقديري، وإن كان محقا في بعض الأحيان من حقه أن يمحص عملية السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية وتأثيرها في المنطقة، لكن هذا لا يعني، نحن لا ننسى أن المملكة مرت بمراحل عديدة. مرحلة الملك فيصل رحمه الله كانت من المراحل الهامة أيضا. بين قوسين كانت مرحلة استثناء. لا، ليست مرحلة استثناء. أنا بودي أنا أريد أن أفهم العوامل والدوافع التي تتحكم في اللعبة السياسية أو الجيوستراتيجية في المرحلة الحالية. إلى ماذا تريد الإدارة الأمريكية من هذه المتغيرات؟ طبعا ليس هناك عمل عشوائي للإدارة الأمريكية، يعني أعتقد أن هناك يعني وضعت استراتيجية جديدة في عصر الرئيس الحالي دونالد ترامب، وزيارته لم تكن عبثية إلى المملكة، واستحضار كل الرؤساء للعالم الإسلامي وأمرائه، ثم الخطاب الذي وجه إلى هؤلاء، وكأن الإدارة الأمريكية أعطت يعني خارطة جديدة، وتريد طبعا عكس باراك أوباما الذي كان كما أشرت أنه كان القريب الأكثر من إيران، وكان القريب أيضا إذا صح القول من النظام السيسي. لكن دونالد ترامب وكأنه طمأن العائلات المالكة في مجلس التعاون الخليجي على أنهم سيستمرون في الحكم. دونالد ترامب يرى أن الاقتصاد الأمريكي لابد أن يرجع بقوة في هذه المنطقة، وهو أصبح مهدد من أطراف عديدة، من بينها الصين، إيران، روسيا التي أصبح لها أسطول حربي ومتموقعة قريبة جدا من المنطقة الحيوية الاقتصادية للعالم، ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية. وتركيا كما يشار إلى ذلك أنها القوة الاقتصادية الصاعدة، وقد أشرت إلى ذلك. بالتالي هناك مصالح متشابكة، هذا ما أراه. وهذه المصالح ليس فقط نفكر بالمفهوم الإيديولوجي أن هناك طبعا ضد أو مع، هناك مصالح جديدة تفترض ومتشابكة وخطيرة، تفترض الآن أظن توافقات جديدة، وهذه التوافقات وكأن الإدارة الأمريكية تريد تغيير ما يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. وأنا أريد أن أوضح هذه النقطة بالذات. طبعا كما أشرت من قبل أن الملك سلمان
كان قريب جدا من المحور التركي القطري، وبين قوسين محمد بن نايف الذي أقيل من منصبه كولي عهد مباشر هو الذي إذا صح القول استرد موقع قطر داخل البيت مجلس التعاون الخليجي. بالتالي أنا أقول أن، وأعطي هذه المعلومة لا أدري صحيحة أم خاطئة، أنا أقدر أن ولي العهد الحالي محمد بن سلمان سيتولى الحكم في القريب العاجل للمملكة، سواء كان هذا بإرادة بإعاز من أطراف من القوى النافذة أو بإعاز من والده الملك سلمان، ربما الوضع الصحي. لكن قراءتي كباحث ليس على مستوى الإيديولوجي، إنما هناك أصبحت علاقة وأقول عوامل عديدة تسهم في أن هذا الشاب وهو 32 سنة يراد أن يأخذ الحكم في المملكة، وإن كان هناك طبعا غضب داخل العائلة السعودية، يراد إليه أن يأخذ الحكم في أسرع الأجال لتغيير الخارطة في المنطقة العربية. هناك طبعا أنا أقول كما أشرت، أنا أتفق معك أن مصر لها بصمات في هذه المطالب المطلوبة من قطر، لكن هذا لا يعني الكثير. وأنا أقول لك الأزمة الخليجية ستنتهي، ولم تثار قضية قطر، لكن مروا بهذا أقول أخذوا بهذا الأزمة مفتعلة حتى يقع تمرير مشروع ما. أنت أشرت أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون إسرائيل هي الشرطي في المنطقة. لا أظن ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية عودتنا في سياساتها الخارجية تضرب القوى الموجودة في المنطقة ببعضها البعض. كان أيام الشاه كان هو الشرطي في المنطقة فضربته ببعض القوى الأخرى، والآن موجودة تركيا، موجودة إيران في المنطقة، وإسرائيل. دعنا نبقى في الوضع الحالي أستاذ، يعني لا نعود كثيرا إلى الوراء وإلى التاريخ. أستاذة ماجدة، يعني هل ترين فعلا أن كل ما يحدث هو فقط للتغطية على تمرير ولي العهد ليصبح ملكا جديدا للسعودية، ثم سننتقل بعد ذلك يعني إلى تأثيرات هذه الأزمة على الجالية هنا في فرنسا، وعلى يعني كيف استقبلت أنت هذه وكيف تتعايشين مع هذه الأحداث التي ربما تتفاقم يوميا؟ يعني خلينا نكون أكثر صراحة. هو ترامب لما جه وقال أول خطاب رئاسي له أعلن أن منطقة الخليج عليها أنها تدفع لأمريكا، وأمريكا لن تدفع بعد ذلك خسائر، أي خسائر، هي ستأخذ هذه الأموال مجانية. ذكر الدكتور أحمد أن هناك فعلا إعادة تشكيل في المنطقة، هناك إعادة تشكيل في أنظمة تعيد تشكيل مصالحها على حسب مصالح شعوبها، وهناك أسرة مالكة في السعودية تعيد تشكيل مصالحها على حسب تغيير النظام السياسي أو تنازلات لصالح ابن الملك سلمان اللي هو يعني ذكر الدكتور أحمد وأنا أيده أنه هو سيصعد إلى نظام الملك. هناك أنظمة استطاعت يعني كاملة الانبطاح للنظام الأمريكي، وهناك قوى أمريكية الآن تعيد هيكلة المنطقة، ليس عشان تصبح إسرائيل شرطي، لأنه من الصعوبة بمكان أن الشعوب العربية هذه الشعوب لست أصل في نفوسها أن العدو الأول لها إسرائيل أنها النهاردة تخليها الشرطي، ولكن هي تسبق الأحداث حتى أنها تعطي قوة أخرى لإسرائيل، حتى أن إسرائيل القوى البحرية لها كما القوة الجوية كما القوى العسكرية تكون هي الأول في المنطقة. يعني الربيع العربي كان له وجود وأثر كبير في تسريع هذه العملية. السياسة مرسومة منذ يعني سنوات وسنوات، كما عادت الأنظمة الأوروبية وأمريكا أنها تتقاسم في المنطقة وتغير في المنطقة، ولكن لديها معطيات جديدة هو الربيع العربي، فأصبح من الحال بمكان أنها تسرع في خطواتها لاحتلال المنطقة وترقعها بالكامل. العقبة الوحيدة أمامها هي قطر وتركيا كما ذكرت لحضرتك. هناك نظامين يسعون لتشكيل سياسة جديدة، سياسة لصالح الشعوب، سياسة اقتصادية، سياسة ناعمة لتشكيل الأصدقاء، حتى أن أوروبا نفسها لم تتخذ موقف من هذا الحصار ودعت الخليج إلى حل هذه الأزمة. أمريكا أعلنت أنها غير راغبة في الحصار برغم أن هي الموعز الأول له في السعودية، يعني تنازلات وتنازلات مقاربة. السعودية تقدم تنازلات لصالح نظام الحكم والأسرة المالكة فيها، قطر
يستطيع أنها تقدم تنازلات، ولكن تنازلاتها في اتجاه الشعب القطري لصالح الشعب القطري. وجود قناة الجزيرة كان عامل أساسي، حضرتك سألته الدكتور، كان عامل أساسي لأن هي كانت عامل أحد العوامل الارتكاز للربيع العربي، كانت هي تنقل لنا الأحداث، كانت هي يعني وسيلة من وسائل إعادة الوعي، إعادة تكوين الوعي لدى المواطن العربي أنه قادر على التغيير، قادر ويستطيع أن هو يحدث تغيير في هذه الشعوب. أنت كيف تقرأين يعني هذا الطلب؟ طلب يعني دول عظمى تطلب من دولة صغيرة أن تغلق قناة تلفزيونية. يعني الجزيرة سواء أبينا أو رضينا هي لديها سياسة، نعم، ولكن هي في الأول وفي الآخر هي القناة العربية الوحيدة التي تحترم الرأي والرأي الآخر، هي القناة العربية الوحيدة التي لديها القدرة على أن تبث من الشارع وتنقل آراء المواطن، هي القناة العربية الوحيدة التي تؤصل الوعي في داخل المواطن العربي بأنه قادر على أنه يحدث التغيير. يعني ليس لدينا أي قناة تستطيع غير الجزيرة، ولذلك احنا حينما قامت السعودية العربية بإنشاء قناة العربية لم يكن لها وجود على الساحة كما قناة الجزيرة. قناة الجزيرة لديها مصداقية، لديها جمهور، لديها حضور في الشارع العربي والأوروبي والأمريكي أيضا. الكل عندما يريد أن يستمع إلى الأخبار الصحيحة يذهب إلى الجزيرة. فكان يعني الطلب واضح، اغلق قناة الجزيرة. لماذا؟ لأنها عقبة في ترقيع المنطقة، لأنها عقبة في يعني تغيير الواقع على المنطقة، هي قناة إخبارية تحدث نوع من الوعي لدى المواطن العربي. حسين، يعني هل تذهب في هذا الرأي بأن قناة الجزيرة فعلا يعني يريد غلقها حتى ربما لأنها كانت الناقلة أو العين التي نقلت للمشاهد العربي أحداث الربيع العربي؟ ثم يعني هناك ربما حتى من بعض الآراء عندما يقولون مثلا إدراج حماس بأنها منظمة إرهابية بغلق قناة الجزيرة بأن هذا ربما تمهيد لشن إسرائيل لحرب على قطاع غزة وحتى لا تجد عينا تنقلها للعالم. ما رأيك؟ أنا أقول ممكن هذا السيناريو، لكن أعود وأقول فقط نعم الجزيرة لها هذا الدور، هذا الدور دور الوعي أو الدفاع عن قضايا الأمة مهما كانت السياسات سياسات قطر. نحن لا نجعل من قطر الآن دولة ديمقراطية، ولكن دولة متفتحة مثل ما قالت الأستاذة مجدة، دولة تخدم شعوبها. قطر انطلقت من الواقع، هي دولة واقعية، وساستها وزعماؤها ومسؤولوها أناس مسؤولون، أناس يفكرون، انطلقوا من واقع. نحن عددنا قليل جدا، انطلقوا من الجغرافيا وانطلقوا من الديمغرافية، وقالوا كيف من هذه الديمغرافية وهذه الجغرافيا التي ليست في مصلحتنا أن نبني دولة وأن نؤمن للقطريين حياة سعيدة ومستقبل. الدولة العربية الوحيدة التي لها وجود اقتصادي في جميع تقريبا دول أوروبا، في جميع دول أوروبا. هذه ضمنت لمواطنيها سنوات مهما اشتد الحصار ومهما كانت الأزمات. أقول فقط أن اشتراط الجزيرة وحماس المراد منه ماذا؟ هذه أمور سترفضها قطر وخاصة الجزيرة. لماذا؟ لأنك أنت إذا أغلقت لك النافذة وأغلق لك الباب من أين تتنفس؟ فأنت تعلي صوتك وأنت تطرح تساؤلاتك وتدافع عن نفسك من خلال هذه القناة. فهذه القناة التي اعترف بها الغرب معنى أنها قناة من أحسن القنوات، وكتبت عنها دراسات، كتبت عنها الجرائد الفرنسية والمجلات الفرنسية منذ عدة سنوات. فالجزيرة وحماس لماذا؟ أنا أطرح سؤال: لماذا الجزيرة وحماس؟ من الذي يمكن أن يعرقل مشروع التطبيع مع إسرائيل؟ الجزيرة وحماس. الجزيرة على المستوى الإعلامي. ومن الذي يمكن أن يحدث وضعا في الأرض الفلسطينية بحيث يفشل هذا المشروع؟ حماس. فلذا لابد أن تقطع قطر علاقتها بحماس وأن تغلق الجزيرة. لسنا في فكر المؤامرة، ولكن في محاولة القراءات لمن المستفيد من هذا الوضع. لأنني لا أقبل أن تقوم السعودية والإمارات، هم يعرفون أن العدو رقم 1 هو إيران، الذي يهدد الوجود هو إيران، ثم يقومون بسياسات لكن على مستوى دولي أستاذ حسين، يعني هذه المطالب على مستوى دولي. أنت لما تكون أزمة ومهددة بحرب، وحرب ربما تستمر لعقود وكذا، من أجل ماذا؟ من أجل غلق قناة التلفزية وإدراج منظمة إرهابية. طيب، غلق قناة التلفزية هذه طلب غريب.
ثم هذه المنظمة هذه لم يثبت عليها ولم تثبت عليها أي دولة ولا منظمة دولية أنها قامت بأي عمل إرهابي خارج نعم نظام مقاومة، النظام مقاومة الذي خارج يقرر قطاع من هو. غزة. لذا أقول إنها فكرة السيسي يقول كل من هو ضدي فهو إرهابي. لذا يعتبر السيسي يعتبر مثل ما يقول عن هو جنرال حفتر في ليبيا أن الآخرين إرهابيون، بينما حفتر يعني زعيم يعني الأمر يعني القرار حماس يا دكتور حسين لم يأتي من السيسي أصلا. السيسي زيه زي ملك السعودية، زيه زي أمير الإمارات، زيه زي حفتر. القرار قرار أمريكي بامتياز. نعم قرار أمريكي أمريكي نعم. يعني دول منصاعة تماما ومنبطحة تماما. لا قرار نعم أمريكي. يعني هذا السؤال، هل ترى أن أمريكا يعني تريد غلق قناة الجزيرة؟ نعم تريد غلق قناة الجزيرة يعني هكذا لترتيب الأوضاع في المنطقة، لإعادة الأوراق وخلط الأوراق في المنطقة. يعني سيكون أصلا قطر سترفض، من المعلوم تماما أن قطر سترفض هذا الطلب، ومن المعلوم أن قطر ستمر بحرب ليست حرب جنود، وإنما حرب محاماة وقانون على هذا الحصار. لأنه الحصار لو جينا نشوف لتداعيات الحصار هو أضر بالدولتين أو الثلاث دول اللي فرضهم الحصار أكثر من قطر. قطر منتجات الغذائية عوضتها تركيا فورا، المجال الجوي أصبحت تعبر من الأجواء التركية والأجواء الإيرانية بسهولة تامة، وسترفع محامية في عواصم أوروبية للتعاطي مع هذه لا تستطيع أي عاصمة أو أي دولة أن تمنع الدولة الأخرى من استخدام الأجواء الجوية، لأن هذا أجواء جوية دولية. فهناك قرارات لم يضرها أي شيء. المنظمات يعني خلينا نقول أن المتاريس الاقتصادية التي وضعها النظام القطري منذ أن أتى إلى قطر والتي تصب في صالح الشعب القطري وقفت حاجزا ضد هذا الحصار أن ينتصر في أي لحظة من دكتور أحمد التعقيب لو تكرمت. يعني لا أستطيع أن أتخيل أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى غلق قناة الجزيرة، ولا حتى إدراج حركة حماس المقاومة الإسلامية كمنظمة إرهابية، وبدليل أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لها ناطقان رسميان. دونالد ترامب الذي يقول نحن نطالب قطر بأن تتوقف عن دعم بعض المنظمات التي يعتقد أنها إرهابية، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وزير الدفاع يقول نحن مع قطر وقطر تحارب الإرهاب. فبالتالي هذه القراءة، ولأول مرة أعتبرها سابقة أولى في الإدارة الأمريكية، أنه رئيس الدولة يمشي متمشي في خيار ووزير خارجيته يتكلم بشكل معاكس تماما. فهل هناك ابتزاز لهؤلاء الدول المتناحرة الآن سياسيا، وكأنه دونالد ترامب يطلب من المملكة والإمارات وغيرها تعطونا كذا ونحن سنكون هنا، ووزير خارجيته يقول أنا مع قطر ومع هذا المحور، وأنتم أيضا تطلبون منا الدعم ولا بد من له من مقابل، والخاسر من هم؟ الدول مجلس التعاون الخليجي. طبعا أنا من زمان يعني قدرت أن وجود النظام السيسي عرقلة كبيرة لاستقرار المنطقة. هذا الانقلاب في مصر طبعا غير بعد ما الخارطة السياسية، وليس هناك للأسف الآن أقول استقرار يمكن أن ترتكز عليه سواء الثورات الربيع العربي التي أخذت صفعة كبيرة بالانقلاب المصري. هذا حقيقة. كنا نأمل أن الملك سلمان وضع حدا لهذا النزيف، وهذه حقيقة. كنا نأمل أن الملك سلمان سيضع حدا لهذا النزيف، لكن الآن هذا التمشي الجديد وبإيعاز من محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الذي له علاقات مع بعض اللوبيات المؤثرة سواء في الإدارة الأمريكية أو في المنطقة العربية. بالتالي المستهدف الأول أقول في هذه الأزمة الخليجية إذا صح القول هي القضية الفلسطينية بشكل واضح، وليست فقط مجلس التعاون الخليجي، لأنه لو لاحظنا أن القضية الفلسطينية غيبت الآن، أصبحنا نحكي على أزمات العالم العربي ولا نحكي على القضية الفلسطينية التي هي نعتبرها الأم في القضايا العربية. لكن أبقى متفائلا عكس الزميل حسين، أبقى متفائلا. أعتقد أن محمد بن سلمان إذا صحت الفرضية أنه سيأخذ الحكم نعم سيكون هناك خيارات جديدة، وأنا لا أعتقد أن المملكة ستمضي
إلى حصر نهائي لحصار قطر إلى فترة طويلة ليس من مصلحة المملكة العربية السعودية، وهي الآن في حرب، في مواجهة في اليمن، وهناك لا ننسى الساحة السورية أيضا، لأنه أنا أريد أن أستدرك أشياء لأنه هامة جدا. فقط يعني أستاذ، يعني هي في حرب في اليمن وفي مواجهة في سوريا، وتقريبا هناك إشكال مع السنة في لبنان، وهي تحت تهديد العراق والحشد الشعب العراقي، وتحت تهديد المد الشيعي. فالمسألة يعني لماذا تفتح على نفسها وجهة في هذا الوقت؟ لأن كل هذه التعقيدات جعلت من المملكة في بعض الأحيان تتخبط في سياساتها الخارجية، وأنا أشاطرك هذا الرأي، لكن أنا أتساءل فقط ما مصلحة المملكة العربية السعودية الآن أن تحاصر قطر؟ أظن في أطراف دفعت المملكة إلى هذا الخيار، وكأنها إكراهات السياسة، من بينها السيسي كما أشرت بنفسك. هناك بصمات السيسي. يعني من المفترض ان السيسي لا يفرض على المملكه، يعني منذ ان جاء عبد الله والسيسي جاء والتقى معه في الطياره، وضح تماما ان النظام المصري يعني منبطح تماما للنظام السعودي بفضل الرز الذي يعطيه للسيسي. أي أن السيسي لا يستطيع أن يؤثر في سياسة المملكة. المؤثر الوحيد في سياسة المملكة هو الإدارة الأمريكية. المؤثر الوحيد منذ إنشاء المملكة في سياسة المملكة هو الإدارة الأمريكية. يعني حضرتك قلت الآن تغيير النظام الملكي بجعبته كله، يعني عندما جاء سلمان حصل حالة من التململ في داخل السعودية. هذه الحالة من التململ جعلت من سلمان، بل أجبرته إجبارا أن هو يذهب إلى يعني تماهي أو إحداث نوع من صورة أنه هو يتقرب من تركيا ويعيد تاني قطر إلى النظام. ولماذا هذا التقرب؟ لأنه أراد أنه يصالح الشعب السعودي، أراد أن يصالح الشعب السعودي، يقول أننا سنسعى الآن لصالح الشعب السعودي. ثم بعد ذلك وجدنا أن هذا ما هو إلا غبار زره في العين فقط، وإنما هو متماهيا مع الإمارات بدرجة كبيرة، أن النظامين هم منبطحين للنظام الصهيوني الأمريكي بالدرجة الأولى في المنطقة، يسعيان لصالحه. يعني دعنا نقول لماذا طيران وصنافير؟ ما في طيران وصنافير حتى أن السعودية. لماذا نفصل جنوب اليمن؟ لماذا الإمارات يعني تعمل على فصل جنوب اليمن؟ يعني دعنا نحلها قضية يعني السعودية لا تستفيد من شيء. كيف نطلب من قطر أن لا تكون لها علاقات مع إيران، بينما المتعامل الاقتصادي الثاني لإيران هي الإمارات. ثم أيضا هناك يعني كيف يمكن أن نطالب دولة قطر بأن لا تكون لها علاقات مع إيران، بينما دولة الإمارات التي هي هناك يعني عفوا هناك دول من مجلس التعاون الخليجي الآن لها علاقات رسمية مع إيران، وهي دولة الكويت وسلطنة عمان. ورفضت بالمطلق أن تناقش هذه المواضيع. نعم ولكن يعني لماذا نطلب من دولة أن تقطع علاقاتها ونترك البقية؟ نعم، لا نحن نتحدث عن دول الحصار يا سي فتحي. دول الحصار يعني السعودية، البحرين هذه جزء تابع السعودية، البحرين، الإمارات والسعودية أهم شيء. هذه الدول كيف يمكن حتى أن مصر لديها علاقات، نظام السيسي لديه علاقات مع إيران. وبالتالي يعني المقصود أظن أن حتى محمد سلمان عندما يستولي على الحكم استولى عليه الحكم منذ أحدث التغييرات السابقة من قبل، تغيير الديوان وتغيير، لكن السعودية لا تخشى إلى شيء واحد، تخشى إيران، فتم تهويل إيران. الآن أمريكا قالت إذا أردتم الحماية إسرائيل هي التي ستقوم بهذه الحماية. هذه الحماية كيف يتم؟ الحماية تتم ليس عن طريق وجود قواعد عسكرية إسرائيلية، لا، إحداث خارطة جديدة في المنطقة. وهذا الشيء الذي أردت أن أقول، لابد من إعادة بناء توازنات القوى في المنطقة. هذا يتم عن طريق ماذا؟ يتم عن طريق أولا الحد من تطلعات إيرانية ومن التغول الإيراني. وهذه أيضا تمثيلية يعني بماذا؟ لخافة العرب. إذن يتم عن طريق تطبيع العلاقات مع إسرائيل. لابد أن تطبعوا العلاقات مع إسرائيل حتى تكون هناك توازن مع إيران، لأن عدو إيران هو إسرائيل، فطبعوا مع إسرائيل يحدث التوازن. ولكن هناك دول أخرى يمكن أن تخل بهذا، وهي تركيا وقطر. عليكم القضاء على هاتين الدولتين. لا يعني ربما فكر المؤامرة أقول، ولكن السعودية، قل لي فقط، لابد أن نكون واضحين، السعودية لم تدافع يوما إلا ما عدا في عهد الملك فيصل عن المصالح العربية. دافعت أبدا. أنا أريد أن لم تقدم في العراق، سمحت بضرب العراق، في اليمن، حتى أي قضية لم تقصى. القضايا العربية والإسلامية باستثناء مرحلة الملك فيصل رحمه الله.
السعودية دائما، شوف وقد السعودية أخذ ومصر نتيجة ذلك هاتان الدولتان العربيتان كانتا منذ وجودهما، يعني مصر من 51 وقت عبد الناصر، حتى من وقت عبد الناصر، والسعودية منذ أن وجدت كانتا تعملان فقط لمصلحة النظام وليس لمصلحة الشعوب. نعم. ولم تقدما للأمة العربية ولا شيء، الأموال والمليارات. جمال عبد الناصر رغم يعني الأخطاء المرتكبة كان قد وقف. نعم سنعود، لن نذهب بعيدا في التاريخ، سنعود. دعنا هذا المعطى التاريخي. نعم، لأن الوقت يداهمنا، هذا يتطلب ربما أيام. لكن كلمة في كلمة. تفضل يعني في كلمة فقط. لأنه أثار. نعم تفضل لك الرد في كلمة بسيطة. في كلمة بسيطة. العمق التاريخي يفسر الأحداث الحالية في بعض الأحيان، وأنا لا أتفق مع الأستاذ أنه يقول أن مصر كانت واقفة ضد، لا، أيام جمال عبد رغم الأخطاء التي ارتكبها تجاهه، لكن جمال عبد وقف مع المقاومة العربية ضد الاستعمار، وقف مع الجزائر، لا تنسى هذا. يعني وقف مع الجزائر بصراحة فعلا. لا، حتى لا نكون يعني حتى نكون عادلين. الجزائر نعم، لا ندخل القضية. دعنا نبقى الآن في الأزمة الخليجية. هذا تاريخ، في قراءات مختلفة، في قراءات مختلفة، هناك قراءات مختلفة في التاريخ. دعنا تفضل باختصار لو تكرمت، ولكن هذا تاريخ، يعني دعنا من التاريخ ونبقى في الحذر. أنا أريد أن أشير إلى منذ ما يقارب 15 سنة لا ننسى أن قطر لها علاقات غير مباشرة مع إسرائيل. نعم. وتركيا لها سفارة في إسرائيل. نعم، منذ الخمسينات. منذ الخمسينات. وإلى الآن ما زالت هناك علاقة مع إسرائيل. بالتالي القراءة المقدرة الآن، وكأني أرى أن بعض الحكام في المنطقة يقولون ولم لا. أنا أتفق معك أن هناك هرولة نحو بناء علاقات سواء كانت سرية أو علنية مع إسرائيل، وهي المستفيد الأول. لكن دعني الأستاذ حسين، أريد أن نرجع إلى نقطة هامة وأنا هذه تخالجني. أقول المحور السعودي التركي القطري من سنتين، لماذا أخاف الإدارة الأمريكية وبعض القوى الفاعلة في المنطقة؟ هذا سؤال. تريد جواب؟ أنا سأعطيك رأيي وأترك لك هذا لأنه أعتقد أنه أخاف. لماذا لم يستمر؟ لماذا السعودية لم تستمر واخترقت هذا الاتجاه اللي توجهت إليه؟ وكأنه هذا المحور بمقابل المحور طبعا الذي كان إيران، سوريا، بشار الأسد، ومصر. أعتقد أن هذا المحور كان سيتطور إيجابيا على مستوى اقتصادي وعلى مستوى سياسي. وأخاف بعض الملاحظين وربما الإدارة الأمريكية، وهم لا ينسون أن أردوغان والحكومة الحالية في تركيا لها بعض الشعارات أنه لا ننسى أن المسلمين كانوا قادة في وقت من الأوقات. بالتالي هذا المحور كأنه أخاف بعض الأطراف، وكأن أهل السنة، دعني أقولها بصريح العبارة، أن تركيا مع المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية ومالية في العالم، ومع قطر كما أشرت لها عيون وعلاقات خارجية قوية جدا، وكأنه أخاف بعض الأطراف مقابل المحور. وأنا أتذكر أنهم طالبوا هذا المحور، طالب بذهاب بشار الأسد ولا يمكن أن يستمر في الحكم، وربما طلبوا من فرنسا أن تكون داخل هذا المحور. أظن أن هناك عملية إفشال لهذا المحور، وقع إفشال هذا المحور بمجيء دونالد ترامب. نعم، فقط حتى لا نخرج على الموضوع والوقت تقريبا يداهمنا تقريبا سنتين. ماجدة، أنت مقيمة هنا في فرنسا والإخوة كلكم مقيمون في فرنسا. فرنسا ربما تداعيات هذه الأزمة أثرت أيضا هنا على الجالية وعلى الموقف الفرنسي. أنتم كيف ربما تتعاملون مع هذه الأحداث اليومية، وخاصة وأن العاصمة باريس شهدت عديد الوقفات الاحتجاجية، ربما دعنا نقول المساندة لهذا الطرف أو ذاك؟ أنت شاركتي في بعض هذه الوقفات، لو تقولون لنا يعني ما الغرض من هذه الوقفات تحديدا؟ يعني دعني في الأول يعني أبين نقطة مهمة جدا ذكرها باختصار، يعني ولا نعود إلى التاريخ رجاء لأن الوقت تقريبا انتهى. نعم، يعني ذكر الدكتور قال إن ترامب عنده اتجاه في إدارة الحصار في قطر، إنه هو مع هذا الحصار، وقال إن قطر دولة ترعى الإرهاب، وأن وزير الخارجية الأمريكي على العكس أو النقيض قال نحن نتعاون مع قطر وما إلى ذلك. الأمر مفهوم. يعني بعد التسريبات اللي حدثت للسفير الإماراتي في قطر يوسف العتيبة، ظهر أن هناك منظمات أو هناك جهات في الحكومة الأمريكية تدعم يعني أنها تسيء إلى سمعة قطر والكويت، وإن هي بتجهز لهذا الأمر.
فكان الخروج من الازمه انه احدهم يمسك العصا والاخر يعني يلقي هذه لها الجزر. تبريرات وتفسيرات مختلفة ماجدة. هناك نعم. لوبيات لكل دولة، لوبياتها، ولكل دولة ربما رجال إعلامها الخاصين وقنوات الإعلام وما إلى ذلك. هذا يعني موضوع معقد. تفضلي إلى الوضع هنا في فرنسا. بالنسبة لنا احنا هنا في فرنسا وكأحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان، نحن طبعا بنرفض هذا الحصار رفضا تاما، وتأصل ذلك من الوقفات التي قمنا بها والمؤتمرات أو الندوات التي شاركنا فيها، لأنه زال يعني ده منع للحريات، منع للحقوق، هو حصار جائر يصب الشعوب بالضرر الأكبر، ولا يعني يصب قطر كحكومة في أي شيء أو حتى الشعوب الأخرى الخليجية الأخرى مثل السعودية. هناك تمزق الآن في الأسر الخليجية بسبب هذا الحصار. طلبهم بقفل يعني بإغلاق قناة الجزيرة كمنبر إعلامي حر هو طبعا مرفوض تماما بالنسبة لنا، لأنها يعني المنفذ الإعلامي العربي الوحيد اللي هو ينشر الوعي عند المواطن، وفي نفس الوقت يعطينا خبر يمكن أن يكون لديه مصداقية عند المواطن العربي والمواطن الغربي. وسنستمر في هذه الفعاليات، وسنقدم أيضا طلبات للجهات الحكومية الفرنسية كمواطنين فرنسيين مقيمين هنا في الدولة الفرنسية. نرفض هذا الحصار وندعو ماكرون لاتخاذ الإجراءات الكاملة لرفض هذا الحصار. حسين، يعني ما هي الرسائل التي تريدون إبلاغها للمسؤولين هنا في فرنسا، للجالية ربما؟ تفضل حسين. الجالية هنا يعني تفاجأت كثيرا، يعني جزء كبير لا يفهمون كيف للسعودية أن تفرض هذا الحصار الظالم الجائر الذي لم الشروط المجحفة التي حتى النازية أمريكا ألمانيا النازية التي خسرت الحرب لم تفرض عليها مثل هذه الشروط. فالناس لم يفهموا لماذا هذا الحقد الدفين، لماذا هذا الظلم، لماذا هذه الحجرة كما يقولون. ولكن نحن يعني جزء من هذه الجالية أولا نندد بهذه الحجرة مهما كان سببها. ثانيا أن لا نجد أي سبب واقعي لهذا. نحن المتضررون مثل ما قالت الأستاذة ماجدة، نحن المناضلون نؤمن بحقوق الإنسان، نؤمن بالحريات، نؤمن بالشعوب، ربما نحن قلة، ولكن هذه النافذة التي بقيت لنا وهي الجزيرة، وهذه الدول التي استطاعت على الأقل ولو كانت غير ديمقراطية استطاعت أن تعطي لشعوبها ما يمكن أن يحصل، ما يمكن أن يحلم به أي مواطن في شعوب أخرى، سواء كانت في تركيا أو في قطر. وساعدت أيضا دول الربيع العربي، وهذا موثق يعني، وقدمت مساعدات مالية كبيرة ومادية. لذا نحن نساندها. لماذا مساندة الربيع العربي؟ لماذا؟ هي أن السلطة ملك للشعب، أن الشعب يمكن أن يحصل على أدنى حقوقه. فلذا نحن أيدنا، رفضنا هذا الحصار، اعتبرنا بأن هذا ليس في مصلحة لا السعودية ولا أي دولة عربية إسلامية، وإنما المستفيد الوحيد هو إسرائيل، ليس أعداء لإسرائيل، وإنما القراءة الواقعية تقول أن المستفيد هو الآن حتى الجالية. الآن أنت تعرف أن الجالية، أن السعودية نشطة منذ عدة سنوات في تمويل الجمعيات وغيرها. فالناس لا يفهمون كيف يمكن لمن هم بيدهم الحرم المكي والحرم المدني ويوزعون الأموال في عشية وضحاها ينقلبون على إخوتهم في قطر، يمنعون حتى الحيوانات. منع السعوديون طردوا القطريين من الحرم في رمضان، قالوا لهم ليس لكم الحق أن كأن الحرم ملك لهم. يعني الحقد الذي أظهره الإماراتيون والسعوديون بالنسبة للشعب القطري لم يكن، يعني كان أمرا غير مقبول. ما كنا نتوقع هذا الحقد الدفين. يعني منذ متى وأنتم تكنون لهذا الشعب وهذا الحقد؟ وبالتالي رأينا بأننا نحن المناضلين لو ذهبنا إلى هذه الدول وهي السعودية أو الإمارات فسيكون مآلنا مآل السجن، مثل ما قالت الإمارات كل من يظهر تعاطفا مع إيران مع قطر مآله السجن وكذا. نعم دكتور أحمد، أنت باعتبارك فاعلا هنا في المجتمع المدني في باريس، يعني هذه الوقفات إلى أي مدى يمكن أن تذهب؟ وباختصار لأن الوقت تقريبا انتهى، ما هي حسب رأيك المخارج من هذه الأزمة؟ يعني كما كانت أقول، ليس فقط أقول الجالية، وإن أقول المسلمون الفرنسيون، لأنه أصبحنا الآن فرنسيين. ودعنا نقول يعني شق من الفرنسيين أيضا، لأنهم أيوة حتى فرنسيين يعني غير مسلمين وهم فقط الجالية المسلمة، وكأنه من أنا أقول كما كانت هذه الوقفات القوية إلى جنب الرئيس الحالي الفرنسي إيمانويل ماكرون بان الانتخابات الرئاسية ونجح بأصوات مسلمة أيضا وعربية، أقول أن موقف الرئيس الفرنسي الحالي يعتبر جيد، وقد اتصل مرات عديدة بأمير قطر
أولا مساندة وطمأنة، ثم طلب أن تحل هذه الأزمة بشكل داخلي وبشكل سلمي. كل الدول الكبيرة لها مصالح مشتركة مع هذه الدول أو مع تلك الدول، لكن أعتقد أن أقول المسلمون الفرنسيين والجالية بشكل عام طبعا كما أشرت منزعجة من هذا الحصار، لها تعاطف عاطفي يقول وكأنه انتماء، لأن لما لعبت له من دور إيجابي قناة الجزيرة إبان ثورات الربيع العربي، قطر كما أشرت والاستثمارات الموجودة. لكن أريد أن أشير لك أستاذي الكريم أن الإمارات وقعت يعني وكأنها أيضا أنجزت ثورة اقتصادية كنا نراها إيجابية في دبي، وهذا ما فعلته وتأثير في الاستثمارات الأوروبية. لكن نحن نقول كما قالت الجزائر، يعني موقف الجزائر وتونس والمغرب، نحن ليس لا مع هذا ولا مع ذاك، نريد تسوية عاجلة لهذا الملف. هو للأسف الشديد يعني كلمة حضرتك بذكر دبي، هو حتى يعني وجود دبي هو أحد الأدوات الدائمة في إيد الإمارات إنها للأسف تحارب كل دولة يكون لها وجود كما دبي. يعني قطر في الوجود الاقتصادي لها الحديث، في الدور التي تلعبه في الاستثمارات في أوروبا وحتى في المنطقة، يعني أصبحت دبي إمارات تضع شروط، يعني لابد لقطر أنها تعود تاني إلى الحظيرة الإماراتية. أليس من المثلج للصدور يعني احنا كعرب ومسلمين ألا يفرحنا دولة عربية تنظم مونديال؟ نعم. أليس يفرحنا عندما أقرأ في جريدة لوموند أن أكبر شركات الطيران العالمية قدمت شكوى ضد قطر ايرويز؟ لماذا؟ لأنها أحسن شركة تقدم الخدمات. هذا يفرح الصدر. نبقى يعني في السياسة تقريبا، هذا ليس من باب المدح، ليس يعني من باب المدح، ولكن هناك نجاحات. ولكن نعم حسين، دعنا نبقى يعني في إطار السياسة. ما تأثير هذه الأزمة حسب رأيك على منظمة يعني مجلس التعاون الخليجي؟ والله مجلس التعاون الخليجي في نظري لن يكون كذي قبل. لماذا؟ لأن الدول الأخرى والكويت وسلطنة عمان يعرفون بأن مآلهم يمكن أن يتعرضوا لما تعرضت له قطر. لا بد الآن من إعادة صياغة مجلس التعاون الخليجي. لماذا؟ لأن مواثيقه لم تحترم وعهوده لم تحترم، وبالتالي الكل يخشى من هذا محور الإماراتي السعودي الذي يتغول والذي يريد أن يجعل بقية الدول في خدمته، وخدمة فقط لمصالحه وليس لمصالح شعوب الخليج. دكتور أحمد، يعني هل يمكن أن تتصور أن الأمور ربما تتعقد أكثر وتحدث، دعنا نقول بين ظفرين، حماقة مثل ما حدثت يعني عند غزو العراق للكويت وما نتج وما ترتب عنها من مآسٍ لازال العرب والخليجيون يعيشونها إلى الآن؟ ربما بعض الملاحظين سمعت يعني بأذني أن قالوا وقع وضع فخ للمملكة العربية السعودية كما أشار الأستاذ، لو دخلوا عسكريا كانت نفس المصيدة لصدام حسين في الكويت. لكن تجنبت المملكة الآن هذا السيناريو إذا صح القول. لكن أبقى متفائلا عكس الأستاذ الكريم أن الأزمة الخارجية ستنتهي. كيف تنتهي؟ حسب رأيك كيف ترى المخارج أنت؟ طبعا هناك ضغوطات الآن. أنا أقول صياغة كما أشارت الأستاذة ماجدة، صياغة الخارطة الجيوستراتيجية في المنطقة هي بصدد الآن التركيب الجديدة. بالتالي لكن في الأخير سيجمعون الأطراف. نحن نعرف أن منطقة الخليج هي منطقة حيوية اقتصاديا وماليا، والشرق الأوسط هي منطقة متحركة، ونحن نعيش الآن تحولات مثل الزلزال. يعني شفت القارات لما ارتدادات قوية تغير المشهد. نحن أمام متغيرات وبسرعة، عكس ما كنا في السنوات الخمسينات كانت بطيئة جدا. عبر الإعلام نرى أن هناك متغيرات وتحولات، لكن في ظني أن البيت الخليجي سيبقى كما هو. ماجدة، يعني في ظل الوضع الراهن مع وجود يعني الفاعلين السياسيين الحاليين والأنظمة العربية الحالية، هل ترين مخرجا وهل ترين ربما تغيرا إيجابيا للمنطقة العربية؟ وأنا يعني من وجهة نظري الشخصية أن في وجود اللاعبين الحاليين خاصة تركيا ستتراجع السعودية
الإمارات ستبقى مصاعدة كما هي عاداتها ضد قطر وضد الشعوب الأخرى العربية، لكن طيب السعودية المملكة النظام المصري ستتراجع. الحالي الذي هو طبعا نظام فاعل في المنطقة العربية. لم يعد فاعلا في رأيي الشخصي، أن النظام المصري لم يعد لاعبا فاعلا، بل حتى لم يعد على مقاعد الاحتياط. هو أصبح يستفيد من الأرز، أصبح يخرب في الشأن المصري خارجيا وداخليا فقط لا غير. هذا هو الدور المنوط به، أنه يخرب مصر على المستوى الداخلي والخارجي. أما في ظل أزمة الحصار على قطر أو أزمة الخليج، أظن أنه هيحصل تدارك لها بتدخل من تركيا. ستتراجع السعودية، المملكة السعودية خطوة إلى الخلف، وهذا سيكون يعني فرصة لهم أنهم يتداركوا الأمر، ويمكن قد يحدث، أتمنى ذلك وإن لم أعتقد أنه هم يتداركوا الأمر بشكل طيب، نهائي. وما تأثير هذه الأزمة على الشعوب العربية؟ يعني كيف ترينه؟ يعني الشعوب العربية أصلا في صدمة في مفاجأة من هذا الأمر. إزاي أن السعودية المملكة العربية يعني لم تحترم أي ميثاق لا دولي ولا إقليمي ولا عربي، فرضت الحصار هكذا يعني يدا واحدة بمنهج أن هذا الحصار فرض ثم فرض. لم تتداعى مع القضايا القانونية، ولا لم تجلس في مجلس الخليج وتقول يا جماعة لدينا أزمة معكم يا قطر، وقطر قدمي لنا يعني ردود على هذا الأمر وبالقانون، وتحل بالقانون وبالميثاق الداخلي للخليج، أو حتى الجامعة العربية. يعني كل هذه المنشآت أو حتى المنشآت الدولة لم تذهب إلى أي من هذا يعني ما الأمر. تأثير هذه الأزمة يعني على المستويين القريب والبعيد باختصار شديد على المنطقة العربية؟ باختصار، الوقت انتهى. فقط نعم أظن أن المملكة العربية السعودية في ورطة. نعم، المملكة العربية السعودية لابد أن لا ننسى أنها كانت دائما تحاول أن تكون قاطرة الدول الإسلامية. تركيا تقلقها، قطر تقلقها. لن تقبل السعودية بأن تكون تركيا هي التي تقود العالم الإسلامي، هذا بكل تأكيد. وبالتالي ما حدث من هذا الأزمة، تأثير هذه الأزمة على المستوى القريب والبعيد على المنطقة العربية وعلى الوضع الجيوستراتيجي والسياسي. المنطقة العربية الآن لا يمكن تكهن بمثل ما يمكن يحدث. الشيء الوحيد الإيجابي الذي جاءت به هذه الأزمة، لأول مرة هناك وحدة سياسية في المغرب العربي إزاء الخليج، لأول مرة إزاء مشكلة خليجية، والمغرب العربي كله بما فيه المملكة المغربية يتخذ موقفا موحدا ومشرفا وغير ذلك. هذا الشيء الإيجابي. الشيء الثاني أن الشعوب العربية أدركت الآن من هو عدو الشعوب، وهي الإمارات التي تدفع الملايير للانقلابات في تركيا، في مصر، في ليبيا. أدركوا الآن أن هذه الشعوب التي توزع المليارات من هم حلفاؤها الحقيقيون، من يستفيد من هذه المليارات بينما تحرم هذه الشعوب من أدنى شيء. الناس يموتون جوعا في اليمن، بينما الإمارات تدفع الملايير لدحلان ولا غيره يوزعها على لوبيات لتقوم بتشويه دولة صغيرة اسمها قطر أو نافذة إعلامية جادة في العالم العربي اسمها وتشويه كل دول الربيع العربي، وتعمل كل ما في وسعها لإجهاض جميع الثورات الربيع العربي. أيضا هذه الأزمة أدركت، أيضا بينت للشعوب العربية بأن عندما يكون هناك يعني الحد الأدنى من الذكاء ومن الحوكمة يمكن أن نتصدى لحصار مثل هذا. وهذا قامت به قطر عندما أعدت نفسها إلى هذا، عندما وزعت أموالها عبر استثمارات في جميع الدول، فوجدت قطر بين عشية وضحاها نفسها يمكنها أن تدافع عن أي حصار أو أن تدفع أي حصار، بينما دول عربية كبيرة جدا لن تقوم بهذا، على رأسها مصر أو الجزائر أو دول أخرى ستنهار إن كان هذا حصار. ممكن شهرين ثلاثة تنهار هذه الدول. إذن هذه أعطت دروس لكثير من ونتمنى أن تكون بداية بوعي لدى هذه الشعوب بأن الحل الوحيد هو أن نكون مع الشعب وأن نكون في خدمة هذه الشعوب. الحل الوحيد أن نكون مع الشعب وأن نكون في خدمة الشعب. طبعا هذه أحسن خاتمة نختم بها هذا البرنامج. مشاهدينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. الشكر موصول للسيد أحمد البرقاوي، مدير مركز الدراسات الجيوستراتيجية للعالم العربي بباريس. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا، شكرا لك على الحضور. كما نشكر السيدة ماجدة محفوظ، عضو ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان. أستاذة ماجدة، أهلا وسهلا وشرفتنا بالحضور. والشكر موصول أيضا للأستاذ حسين جيدل، باحث في الأنثروبولوجيا ومحلل سياسي. شكرا لك حسين على الحضور. كما نشكر لكم مشاهدينا الأفاضل حسن المتابعة والاهتمام. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.